ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ اني ارجع اعمل فيديوهات تاني مع بعد ما بقالي فتره مكسله ومتضايقه ومزاجي مش حلو، بيبقى صعب شويه بصراحه. قايمه اعمل فيديو ده بالعافيه، مش هكذب عليكم، بس لازم ارجع بقى واعمل فيديوهات. والفيديوهات اللي هتبقى جايه ليها علاقه شويه بقى بالكسل والاكتئاب والحاجات اللي انا كنت عايشه فيها، واحاول ان انا احفزكم واحفز نفسي معاكم. فيا ريت تعملوا لي سبسكرايب ولايك وتشجعوني كده علشان ارجع تاني اقوى من الاول واعمل فيديوهات. وما تنسوش تكتبوا لي في كومنت حابين اعمل فيديوهات عن ايه. المفروض ان انا جالي فاوتشر من جوميا ان انا اشتري حاجات بقيمه 3000 جنيه، فحابه ان انا اوريكم ايه الحاجات اللي انا اشتريتها. بس قبل ما اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها، عشان ناس كتير قوي بتسالني ازاي نشتري من جوميا من غير ما ندفع شحن كتير، لان في غلط كبير قوي بنعمله بيخلينا ممكن نبقى شارين الحاجه مثلا 500 جنيه ودافعين عليها شحن قد كده. فهوريكم في الفيديو ده حيل او حاجات اصلا المفروض تفهموها عشان وانتوا بتشتروا ما يجيلكوش شحن كتير. فتعالوا نشوفها، بعد كده هوريكم في اخر الفيديو اشتريت ايه. فبليز كيب واتشينج. طيب خلوني اوريكم. دلوقتي هتخشي على ابلكيشن جوميا، تمام؟ هو اسهل كتير على الموبايل، حلو الكلام. طيب دلوقتي انا عايزه اشتري مثلا، عايزه اشوف اول حاجه هتظهر لي هتشتروها. مثلا ساعه اهي، دي الساعه زي بتاعتي اللي انا جبتها، هي نازله من 600 ل 199. طيب انا عايزه الساعه دي، تمام؟ بتنزلي تحت بتعرفي البايع مين البائع بتاع الساعه دي. انتي دورك انك تحاولي على قد ما تقدري تجيبي لنفس البايع حاجات. يعني تعالي نقول ان اول حاجه مثلا انا دلوقتي عايزه اجيب ميك اب، خلاص، فانا هدوس ميك اب. اوكي، اول حاجه عندك هنا في الاوبشنز الاختيارات بتختاري جوميا اكسبرس، ان هو يجيب لك كل حاجات جوميا اكسبرس. يعني ايه جوميا اكسبرس؟ يعني كلها اولا من مكان واحد، هتجيلك في شحنه واحده. بعد ما تعدي ال 250 جنيه ما بيبقاش فيه اصلا شحن. الفكره كلها ان انتي تحاولي تشتري كله من بياع واحد او على الاقل بياعين، لان لو انا اشتريت من البياع اكس حاجه ب 30 جنيه هتجيلي بشحن 40 جنيه، واشتريت حاجه تانية من البياع زد هتجيلي بشحن لوحدها. فعلى قد ما تقدري يكون كل البياعين واحد او زي بعض او متوافقين، فبالتالي هتدفعي شحن اقل او مش هتدفعي اصلا. فعلى قد ما تقدري حاولي، هي دي التركه، انك بتفضلي تشتري 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 تشتري، تبصي تلاقي ان كل حاجه جاتلك لوحدك وتفتكري ان كده الويب سايت ضحك عليكي. بس لا، هي البوينت كلها انك تاخدي بالك من السيلر، وتحاولي ما تجيبيش حاجات من سيلرز مختلفين. ساعات بتبقى نفس الحاجه بتتباع عند كذا سيلر، فانتي تركزي جدا في النقطه دي، وهي دي النقطه اللي هتخليكي تشتري كل اللي انتي عايزاه ومش بسعر غالي خالص. يبقى بعد ما شفنا ازاي تشتري من جوميا وازاي تشتري الحاجات دي، تعالوا بقى اوريكم ايه الحاجات اللي انا جبتها، ومعظمها من جوميا اكسبرس، فجات لي تقريبا كلها في مره، وكان في كام حاجه بس من سيلرز تانيين فجات لي تاني يوم. بصراحه الحاجه ما اتاخرتش قوي، هما ما بيكونوش عارفين اصلا انا مين، هو انا بطلب من الويب سايت عادي زي اي حد، والحاجات بتجيلي. ففعلا حبيت قوي ان هي ما اتاخرتش. فتعالوا اوريكم يلا جبت ايه. عشان ايه دايما تشتري لخطيبك هديه كده وكسري عينه؟ لا بس عشان بقالي كتير قوي ما بجيبلوش حاجه، قررت المره دي ان انا اجيب له برفيوم. ده اتكسر. برفيوم ده بحبه قوي من ايفوريا، فقلت ان انا اجيبه. طبعا بعد البرفيوم عايزه اوريكم كل الميك اب ده جالي مع بعض، فتعالوا اوريكم الحاجات اللي جات لي. في حاجات فتحتها شفتها بصراحه ما قدرتش اصبر، فتعالوا نشوف. طيب بعد البرفيوم جالي ماسكارتين من دول. طبعا انا ما كنتش واخده بالي ان انا محدده، ان واضح ان انا محدده الكميه تبقى 2، فركزوا قوي في الموضوع ده. فجالي 2 من الماسكارا دي اسنس. بصوا هي بتتقل قوي 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 بس شويه بتهبب، فمش عارفه لو انتوا بتحبوا النوع ده من الماسكارا فهتعجبكم قوي، كمان سعرها مش غالي. طيب جبت من ميبلين الروج ده بتاع ميبلين نيويورك الجديد سوبر ستاي. ده طول اليوم على شفايفك، كلتي شربتي بيفضل موجود، فحلو قوي حبيته، وتقريبا مصوره لكم بيه فيديو. فده حلو، وبرده غلطت وجبت منه 2، بس دي غلطه حلوه الصراحه. دي الماسكارا التانية.
طيب نوع مسكرة تاني بصراحة انا عارفة ان هو هيبقى حلو قوي لانه للرموش والعيون الصغيرة بالذات، ولو رموشك اصلا مش تقيلة. هي المسكرة دي جديدة قوي من ميبلين نيويورك. حاجات ميبلين نيويورك تحفة. لسه دي هفتحها معاكم. اولا بتبقى رفيعة. انا بحب شوية تبقى الفرشة دي رفيعة عشان انا اصلا عيني ضيقة شوية، فبحب كده. ايه ده يا جماعه؟ طب انا ليه بفتحها من هنا كده بس؟ كمان الغسول ده بتاع جرنيه قلت اجربه، بصراحه حلو جدا، بيشيل الميك اب وبيخلي البشره كده حلوه، فده كمان جبته. 2 ليبستيك. ده من ديبورا، ده درجته 25. انا بحب ديبورا قوي فدول بصراحه هشيلهم. واللون ده تحفه تحفه تحفه، لازم تكونوا شايفينه. لونه ده حلو جدا، ده 07. وده التاني اللي هو زي طوبي او احمر حاجه كده، تحفه تحفه تحفه. طبعا الحاجات دي مش عايزه استخدمها دلوقتي. ده ايلاينر، ده ايلاينر، فده ايلاينر حلو قوي. وجبت ده روج. عايزه اقول لكم ده من 200 من 600 تقريبا، كان نازل ب 200 وحاجه. هحط السعر لو عرفت. ده لونه. والحلو بقى ان معاه الناحيه التانية بوظته بيتفتح كده. ده علشان تحددي حوالين شفايفك، بيبقى بيج كده شويه علشان لو في اي زوايد يظبطها فتبقى شفايفك مرسومه حلو. الساعه دي بتيجي مع بريسلت. تخيلوا ان الساعه دي سعرها كان نازل من 600 من 500 وحاجه لتقريبا حاجه رخيصه جدا. انا مش مصدقه بصراحه. بص جاي معاها البريسلت دي تحفه بصراحه، الكواليتي حلوه. يمكن جبت 2 حلوه جدا. ودي الساعه، تعالوا اوريها لكم في ايدي. بصوا يا جماعه، اصلا الجلد بتاعها حلو قوي 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 قوي. عايزه اهدي النور عشان يبان. فعلا هي مش نوع كان مثلا غالي وبيستهبلوا، لا هي فعلا نوع غالي يعني، مش رخيصه. الماتيريال بتاعتها تحفه. يا رب تلاقوها لسه موجوده، انا هدور عليها. لو لسه موجوده كان عليها خصم 60%، فحلوه قوي قوي قوي. يا جماعه ده مش تاتو ده بيتلزق، ها، عشان الناس تقعد بقى تقولي في الكومنت حرام وتاتو هتخشي النار. ده بيتلزق يعني، بيتلزق وبتشال اشتري من جوميا. اعملي سيرش اول حاجه على البراندات الغاليه اللي احنا في الغالب ما بنقدرش نشتريها بسبب ان هي غاليه قوي. عشان كده وانتي بتشتري اول حاجه اعملي سيرش على البراندات الغاليه وشوفي نازل عليها خصم ولا لا، عشان تعرفي تجيبيها بديل حلو ويبقى عندك حاجه من البراندز النظيفه والحلوه والالوان الجميله اللي بنبقى نفسنا نشتريها ومستخسرين ندفع فيها 700 800 جنيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، الحاجات اللي انا جبتها تكون عجبتكم. هوريكم هكتب لكم اسماء الحاجات او درجاتها، ولو قدرت اللينكات هحطها لكم في الديسكربشن بوكس. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا الجرس عشان الفتره الجايه هنزل فيديوهات فتبقوا شايفينها اول باول. وادعوا لي كده بقى ان انا ابقى كويسه ومزاجي حلو، لان الفتره اللي فاتت بصراحه كان مزاجي مش حلو خالص، وما سبتش خطيبي خالص عشان جالي مسجات معلش وينسي، ويعني ناس بتسبورت في اتجاه غلط خالص. اهو موجود يعني هنعمل ايه، موجود خلاص، لبسنا في بعض. فلا مش ده السبب خالص. فتابعوا معايا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تبقى حلوه ومودها حلو، وارجع احفز نفسي واحفزكم معايا. بحبكم قوي وحشتوني. باي.